مولودية الجزائر خارج دوري أبطال إفريقيا رسميا. ليلة حزينة لعشاق أنصار مولودية الجزائر بعد خسارة قاسية أمام صن داونز في بريتوريا. تبخر حلم تأهل مولودية الجزائر والفريق وادعى المنافسة في مباراة للنسيان، لكن السؤال الحقيقي: هل الإقصاء بسبب قوة المنافس صن داونز أم بسبب أخطاء تكتيكية واختيارات مثيرة للجدل من المدرب روراني موكوينا؟ في هذا الفيديو سوف نحلل معكم ملخص المباراة وأسباب السقوط وجدل التشكيلة وتصريحات ما بعد اللقاء ومستقبل مولودية الجزائر بعد الخروج القاري. إن كنت من أنصار مولودية الجزائر تابع معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل الحقائق. دخلت مولودية الجزائر اللقاء في بيترويتا وهي بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل، لكن البداية كانت صادمة. فبعد مرور 6 دقائق ومن خطأ من متوسط الميدان، اللاعب تابتي استغل صن داونز الفرصة ليسجل الهدف الأول ويضع عميد مولودية الجزائر تحت ضغط كبير نفسيا وتكتيكيا، ومن هنا بدأ الجدل. الخطأ جاء من اللاعب العربي ثابتي الذي شارك أساسيا بعد غياب طويل، ما طرح سؤال لدى الجماهير المتنقلة إلى صن داونز: لماذا اعتمد المدرب روراني موكوينا على لاعب غير جاهز في مباراة مصيرية؟ في المقابل كان يمتلك لاعبا ممتازا وجاهز فنيا وبدنيا، اللاعب خلد الذي قدم لقاء ممتاز. يمكن القول أن دخول المباراة بتحفظ كبير وباحترام زائد للمنافسة، وما كلف مولودية الجزائر نهاية الشوط الأول بتأخر في النتيجة. وبعد تلقي هذا الهدف لم نلاحظ أي ردة فعل من لاعبي مولودية الجزائر أو من مدربهم روراني موكوينا. يمكن القول أنه أداء كارثي في الشوط الأول بمجمله. في الشوط الثاني حاولت مولودية الجزائر العودة واستدراك ما فاتها في الشوط الأول، لكن دون خطورة هجومية حقيقية، حيث لم نلاحظ ولا فرصة لهجوم مولودية الجزائر. يمكن القول أن محاولات المدرب روراني موكوينا لتنشيط الخط الأمامي بإجراء بعض التغييرات لم تفد إطلاقا ولم تأتي بثمارها أمام التنظيم المحكم للفريق الجنوب إفريقي. وشهدت الدقيقة 63 توقيع الهدف الثاني مستغلا خطأ مشتركا بين القائد أيوب عبد اللاوي والحارس أليكسيس غندوس ليقضي نهائيا على آمال العودة لمولودية الجزائر. بعد هذا الهدف سير فريق صن داونز المباراة والمواجهة بأريحية تامة، مستفيدا من استسلام واضح لممثلي الجزائر مولودية الجزائر، لتنتهي المباراة بخسارة مستحقة لمولودية الجزائر أنهت مشواره القاري في هذا الموسم. وتتوقف مغامرة مولودية الجزائر عند دوري المجموعات. بهذه النتيجة تجمد رصيد مولودية الجزائر عند النقطة 7 في المركز الثالث ليغادر البطولة رسميا. في المقابل تأهل صن داونز في المركز الثاني ب9 نقاط، بينما تصدر الهلال السوداني للمجموعة برصيد 11 نقطة بعد تفوقه على سان لوبوبو بهدف مقابل 0. إقصاء مولودية الجزائر حقيقة كان مؤلما، خاصة وأن المولودية كانت تملك مصيره بيده، لكن التفريط في النقاط خلال الجولات الأولى جعل المباراة الأخيرة مصيرية. وهنا يتساءل جمهور مولودية الجزائر: هل كان الخروج نتيجة هذه المباراة وفقط، أم أن تراكم أخطاء منذ البداية؟ بل أكثر من ذلك، هل نحن أمام نهاية جيل قاري أم مجرد كبوة سيعود بعدها مولودية الجزائر أقوى فأقوى؟ وبالعودة إلى تحليل المنطقي للمباراة، صحيح أن مولودية الجزائر ظهرت اليوم بوجه شاحب دون فرص محققة تقريبا في الشوط الأول أو منعدمة نهائيا، وسط تحفظ كما قلنا مبالغ فيه واحترام زائد للمنافس سمح لصن داونز الجنوب إفريقي بالسيطرة على مجريات اللقاء. الكثير من الأنصار انتقدوا اختيارات المدرب روراني موكوينا، خاصة إشراكه عناصر بعيدة عن نسق المباريات وتغييرات غير مفهومة مقابل إخراج لاعبين كانوا يقدمون مستويات جيدة. فبكل صراحة رفقاء نايجي لم يجدوا الحلول لفك دفاع المنافس الذي كان منتشرا فوق أرضية الميدان بشكل جيد، وغابت الفعالية الهجومية، بينما يرى البعض أن الهدف الأول في الدقائق الأولى هو الذي أربك مولودية الجزائر، وكذلك هو حوصلة لاختيارات المدرب، في حين البعض الآخر يرى أن المسؤولية هي مسؤولية جماعية بين المدرب واللاعبين وضغط المباراة. لكن في كل هذا المؤكد أن مولودية الجزائر لم تظهر بالشكل
الشخصية القارية المطلوبة في لقاء كان يكفي فيه التعادل وفقط. بعد نهاية المباراة شاهدنا تصريحات للمدرب روران مكوينا، حيث بدأ بتهنئة فريق صن داونز على التأهل المستحق، ومؤكدا في نفس الوقت أن الفريق ضيع نقاطا كثيرة في الجولات السابقة وأن الخسارة ستكون درسا للتعلم في المستقبل. كما شدد المدرب مكوينا أن صفحة دوري أبطال إفريقيا ستطوى الآن وسيتحول التركيز نحو الدوري والكأس، في تصريحات هادئة لم تقنع جزءا من الجماهير التي كانت تنتظر تفسيرا أعمق لما حدث داخل الملعب. فأنصار مولودية الجزائر كما يعرفونهم الجميع لا يريدون وعودا بل نتائج ملموسة، والضغط الآن سيتضاعف محليا لأن الخروج القاري يجعل التتويج بالدوري هدفا لا بديل عنه لإسكات الأصوات الغاضبة. الآن الصفحة الإفريقية أغلقت والتركيز يتحول كما قلنا إلى البطولة المحلية والكأس الجزائر وإعادة بناء فريق. الإقصاء قد يكون صدمة، لكن يمكن أيضا أن يكون نقطة انطلاقة جديدة إذا تم استغلال الدروس المستفادة. فالأندية الكبيرة لا تقاس بسقوطها بل بردة فعلها بعد السقوط. ومن هذا المنبر نتمنى عودة ميمونة لكل أنصار المولودية المتواجدون بجنوب إفريقيا والذين قاموا بواجبهم وأدوا ما عليهم، سواء في تحضيرات الفريق أو في المدرجات، حيث أدوا ما عليهم وقاموا بدورهم على أكمل وجه. على الأقل كانوا يستحقون نقطة تعادل لإفراحهم والعودة مسرورين. أنصار مولودية الجزائر أبانوا على الصورة الحقيقية لمعنى الوفاء، والكلمة لهم الآن: من المسؤول الأول عن الإقصاء؟ هل هو مكوينا واختياراته أم اللاعبون ومستواهم؟ لكن بعيدا عن خسارة مولودية الجزائر اليوم، هناك سؤال أعمق يفرض نفسه: ماذا يحدث للأندية الجزائرية في المنافسات القارية؟ تعثرات المواسم الأخيرة تشير إلى فجوة واضحة في النسق والخبرة أمام أندية النخبة في القارة، سواء من الناحية التكتيكية أو الجاهزية البدنية أو إدارة المباريات. نحن نملك الإمكانيات، الملاعب والجماهير، لكن الواقع الإفريقي يفرض متطلبات مختلفة. السيطرة محلي شيء والمنافسة القارية شيء آخر تماما. أم أن الاعتماد على الصفقات والأسماء الكبيرة لم يعد كافيا دون مشروع فني مستقر واستراتيجية طويلة المدى؟ فإقصاء اليوم لمولودية الجزائر والذي سبقه شبيبة القبائل يجب أن يكون درسا لجميع الأندية الجزائرية بل لكل المنظومة الكروية. فهل المشكلة في التخطيط أم في التحضير القاري أم في الفوارق التنظيمية والمالية مع كبار القارة؟ سؤال نتمنى أن تكون إجابته عندكم يا جمهور. مباراة اليوم أبانت عن هذه الفوارق، فمولودية الجزائر لم يخلق ولا فرصة طيلة المباراة، بينما صن داونز استغل أضعف الفرص التي أتيحت له. هذه الفوارق شكلت العائق والوحيد بين المنافسة المحلية والمنافسة الإفريقية. هذه الملاحظات الصغيرة لكنها مهمة لأنها تفسر لماذا انتهت المباراة بهذه النتيجة وتعطي صورة كاملة لما يحتاجه الفريق لتحسين الأداء في المباريات القادمة. اكتبوا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد مولودية الجزائر.